طبعا هذا المطبخ التركي نظام الإيطالي. هذا هنا الخلاط، هذا السنق هنا يطبق سيراميك لأن الحار والبارد. هاي المجاري وهذا التصريف مال القاع وديش مجال تعليقي. هنا عندنا غسالة اوتوماتيك 3 خطوط انكاكاتهن. وهذا هنا عندنا حمام. هاي مجاري. هذا هنا عندنا غربية، وذاك هناك تصريف مال الدوش مال الحمام. وهذا هنا عندنا مغسلة زاوية. ايه بعدك تصور. يلا مشينا. يلا. هنا المغسلة تعليق. هذا هنا الدوش جير 3 خطوط. هنا الغربية. وهنا الغسالة الأوتوماتيك. هذا البوكس. وهذا هنا خلاط السنك. السلام عليكم اخواننا الاعزاء. طبعا هذا الحمام هو بالطريقه القديمه، الطريقه الكلاسيكيه، اللي هو هذا الخلاط الجيردوش حار بارد يصير ظاهري. وهاي هنا الغربيه الارضيه مو غربيه تعليق. وكذلك هنا الخلاط يصير ظاهري. هذا خلاط الشطافه ظاهري. هاي الغربيه. بدينا نسوي بوارد سبلت. هذا اول واحد مال الطابق الثاني. هاي مال الغرفه الثانيه ان شاء الله. هذه يوزع عليها يجي يربط وياها. وجه هنا طب الحمام. هذا الحين نقط هنا بالحمام. هذا فحصناه فحص. هذا مال السبلت ان شاء الله ينال اعجاب. احنا مهندسين، احنا فيش غيرنا في السين، مش بني ادمين عاديين عن الناس كلها فارقين. ديدلاين من 5 سنين لسه ما سلمتوش، اعذرني ما نقلتوش، عمري عدى ما عشتوش. اللي شعره وقع واللي شعره شاب واللي ظهره انحنى واللي نظره خاب، في اللي كرشه ملا وفي دكاتره عذاب.